بيقولوا نادي الزمالك بقى نادي الألعاب الرياضية وسوق للطيور وحمام سباحة للبط. طيب، الكلام ده مش أنا اللي جايبه من عندي، ولكن الكلام ده انتشر على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت، وده طبعا بسبب فيديو مدته لا تتخطى ال 30 ثانية ظهر في مجموعة من البط داخل حمام نادي الزمالك وهم عايمين في حمام السباحة. وده طبعا اللي يعني أثار لغط كبير بين جمهور نادي الزمالك، واللي أثار تساؤلات عديدة خلال الساعات اللي فاتت. 3 روايات اتقالت في فيديو بط حمام السباحة في نادي الزمالك. الرواية الأولى بتقول إن الفيديو ده مفبرك، وإنه مقصود علشان خاطر يعني يثير البلبلة على السوشيال ميديا، وخصوصا ان الزمالك داخل على ماتش مهم في نهائي الكونفدرالية امام نهضة بركان. طيب، الرواية الثانية وفقا للواء حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك، وطبعا دي تصريحات له في المنصات الإعلامية المختلفة، قال ان الفيديو ده غير صحيح اصلا، وان الهدف منه اثارة البلبلة في الوسط الزملكاوي بين الجماهير، وطالب ان الجماهير تقف ورا نادي الزمالك في الوقت الحالي علشان خاطر الزمالك داخل على نهائي مهم جدا وهو نهائي الكونفدرالية. اما الرواية الثالثة واللي تعتبر هي اغلب الروايات او اصحهم، وهي ان فيديو البط هو فيديو صحيح وتم تنفيذه بالاتفاق ما بين اشخاص معادية للمجلس الحالي علشان خاطر يسقطوا صورة او يخلوا صورة المجلس الحالي وحشة قدام الجمهور. يعني ده ملخص الحكاية بخصوص فيديو البط اللي كان بيعوم في حمام نادي الزمالك في حمام السباحة، وطبعا اللي قلب السوشيال ميديا من امبارح لحد النهارده. طبعا يعني الفيديو قد يكون ان هو مفبرك بالفعل، ولكن برضو رد رسمي من نادي الزمالك يعني على لسان اللواء حسن موسى. طبعا ده يعتبر هو اصح الروايات لحد دلوقتي، ولكن سواء كان الرد ده هو الرد الصحيح او ان كان رد الحفظ ماء الوجه، فطبعا محدش يقدر ينكر النجاحات اللي بيقدمها مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي. شكرا لكم.